السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل صينية كيكة كده. الاول معايا كده 3 بيضات اهمت، نزلت بهم كده وهنزل عليهم بكيسين 2 فانيليا، بكيسين 2 فانيليا الاول، وهنزل بكوباية زيت، كوباية سكر، ومعايا كيس فروتي، ومعايا كوباية مية. هضربهم بقى كده في الخلاط ونرجع تاني. ويعني هوضب كده بقى الكيكه الاول، ومعايا ورقتين كده جلاش هنعملهم برضو كده. يعني هنعمل حاجه حلوه كده النهارده. هنعمل جلاش وهنعمل كيكه. الجلاش دوت حلو، بجيبه كده اللي بيطلع كده الجلاش معاكي خفيف كده وهش بيطلعه يعني معاكي باحسن نتيجه يعني. احط لها كده ذره ملح كده، حاجه بسيطه خالص كده من الملح. هنزل بقى كده اول حاجه بالماده السائله اللي بقى المواد السائله اللي معانا، اللي هو كده الخليط اللي ضربناه بقى في الخلاط. بعد كده بقى هنزل بالدقيق بتاعي، والدقيق لازم تنخلين طبعا. نخليه قبل كده عيناه منخول، بس طبعا ايه لازم بيعمل كلاكيع كده، لازم تنخليه كويس اوي. خلاص بقى كده نزلت بالدقيق. معايا 1 كيك شيف اهوت، هنزل بيه الاول. انتوا عارفين طبعا بحب يعني ايه احط كيس ونص، كيس ونص اهوت كيك شيف. وابدا بقى ايه بالتقليب بقى بالمضرب بقى، ابدا اقلبه. طبعا انا بحط الدقيق على حسب على حسب طبعا ايه الماده السائله اللي معايا ما بتاخد، يعني ما بعملش عيار محدد ولا حاجه. شايفه القوام بتاعها. ثواني بقى كده، اظبطه بس كده الاول. احط له بقى كده رشه زبيب كده في النص وجوز الهند. يلا بقى ادخلها الفرن. خلصنا بقى كده الكيكه بقى. هنزل هنا بكوبايه ونص سكر. هنوضب بقى الشربات للجلاش، وهنزل برضو بكوبايتين 2 ميه همت. ماشي. دولت بقى كده هحطهم على النار. نص ليمونه بقى واحطهم على النار. ومعايا هنا بقى ايه حبه، هنعمل بقى كده مهلبيه علشان نحشي بها الجلاش. معلقتين سكر بقى، وننزل بالنشا بتاعتنا ونقلبهم. احط لها كيس فانيليا بقى واسيبها تبرد شويه.
ندهن بقى الصاج الاول كده عشان نشتغل بقى في الجلاش اللي معانا. ادهن بقى الصاج الاول. خلاص بقى الجلاش بقى بدأنا كده فيه. دهنت الصاج بقى وبنلفه اهو. نبدأ بقى كده نرصه. شايفه بقى اللفه ديت بقى لفه المثلثات الجميله ديت اهي. خلاص كده بناخد بس كده هما طبقتين اتنين اهمت. بدهنها الاول اهي. نينها كده الاول وبعدين بقى ايه تحطها بس مكسرات بس، يا تحط له عادي يعني بحب اعملها يعني ايه المهلبيه، وبحب بس ازود شويه مكسرات كده برضو معايا، يعني ما بحبش اعملها لوحدها عادي برضو. ديت حاجه اختياري وانت ومزاجك. اهي تلفها بقى كويس كده بس عشان بس ما تطلعش معاكي اهي. خلاص كده اهي. ما بعرفش اقول ايه هاني. انا سخن والشربات بارد، هنزل بقى كده عليه على طول اهوت. ما بحبش يعني احط الجلاشيه بحالها كده في الشربات علشان ايه ما تشربش بس شربات كتير وتبقى مسكره قوي. عارفين ان احنا حاشينه قشطه ومهلبيه يعني ايه القشطه الكدابه يعني. بس ايه بس كده اهوت على الماشي كده. خلاص بس كده كيكه طلعناها بقى نشقها اخرى برضو كده نقطعها. ايه رايك يا رؤيه في الكيك؟ جميله يا خالتي مير يا ماما مير. ماشي يا ست رؤيه. شايفه بقى الجلاش بتاعنا مقرمش ازاي؟ سامعه صوت القرمشه؟ جميل. الصاج التاني في الفرن اهو. طلعنا واحد وده التاني لسه في الفرن ولسه بنكمل برضو. ده لسه بقى اما اطلع الصاج اللي جوه هحطه فيه اكمله فيه. الحاجه كده الصاج التاني بعد ما طلعناه بحب ارش عليه خفيف زي ما انا قايله لكم. ما تشيلهاش بقى كلها كده وتحطها في قلب الشربات عشان ما تسكرش بس قوي. خلاص كده نشيل بقى نعبي بقى الاطباق بتاعنا كده.
يلا بقى بالهنا والشفا لكل اللي يدوق. هو لسه سخن قوي معايا دلوقتي. ده كده يعني كان هو بقى من الحلويات، بما ان يعني ما عملناش كحك السنه دي وكده، يعني من حاجه حلوه بقى كده تقدميها بقى لو حد جاي وكده. خلاص بقى اكمل بقى الصاج التاني وارجع لكم تاني. يلا بقى اكمل برضو تعبيته كده في الطبق بقى للتقديم كده، بيبقى جاهز بقى معاكي كده على طول. ما تتعوديش تشيلي الواحده كده وتحطها في قلب الشربات، بتشرب معاكي كده شربات كتير، بتبقى مسكره قوي، خاصه ان احنا يعني عاملينه ايه، حاشينه يعني قشطه كدابه، يعني بالمهلبيه اللي بيسموها، يعني ايه قشطه كدابه، مع احلى كوبايه شاي بقى كده. جربي الجلاش ده بقى كده ودوقيه وقولي لي رايك. ما تنسيش تكتبي لي في الكومنتات لو جربتيه، ما تنسيش تكتبي لي في الكومنتات. شايفه الجلاشه؟ سمع صوت القرمشه ما شاء الله. يلا بقى لو وصلت معايا لحد هنا بقى ما تنساش تكتبي لنا بقى لايك، ما تنسيناش باللايك والشير. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى متابعين في الدنيا كلها. وشوية الشربات بقى اللي هيفيدوا معايا افضهم كده في برطمان، واحتفظ بيهم بقى كده للمرة الجاية ان شاء الله نعمل بيهم برضو. بس كده.